السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في موعد جديد وبرنامج خزانة اللغة العربية. في هذا العدد سنتطرق للحديث عن دور وأهمية الترجمة في تواصل الشعوب وتقارب الثقافات. وللحديث أكثر أسعد باستضافة الأستاذة نفيسة موفق، أستاذة جامعية بمعهد الترجمة بالجزائر العاصمة. مرحبا بك سيدتي معنا. أهلا وسهلا. نشكرك على قبول الدعوة. أنا من يشكرك. نعم، بداية أستاذة، لو نتحدث عن دور الترجمة وأهميتها في تواصل الثقافات وتقاربها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد. قبل أن نخوض في هذا النقاش أود أن أتوجه لك بالشكر على هذه الاستضافة الطيبة وعلى إثارة هذا الموضوع الذي في حقيقة الأمر لم يأخذ المكانة التي يستحقها في مجتمعنا، ألا وهو موضوع الترجمة وتواصل الحضارات عموما يعني. نعم. أما إجابة عن سؤالك أستاذتي الفاضلة، فأحب أن أذكر بصورة المترجم عبر التاريخ. المترجم كان له حضور دائم عبر حقبات التاريخ تقريبا كلها، كان فترات يظهر فيها وفترات أخرى يغيب، لكن التاريخ لوجود المترجم أو الترجمان يصعب البحث فيه والتنقيب فيه، وذلك يعود إلى شح المصادر وإلى قلة الآثار. لما أتحدث عن آثار أتحدث عن آثار مادية، يعني نعم. في التنقيب في الآثار المادية عن وجوده. لكن هناك بعض الباحثين الذين سعوا في هذا الطريق وأثبتوا وجود دور المترجم ودوره التواصلي حقيقة بين هذه الشعوب. فمثلا الآثار الموجودة على الجدران الجنائزية في الحضارة الفرعونية القديمة تشهد بوجود شخصية، وهي آثار موجودة في أسوان، فتشهد بوجود شخصية اسمها خاركوف، عذرا عن النطق لأنها مكتوبة باللغة اللاتينية، أقصد يعني المراجع إما أن خاركوف أو هاركوف، لا أعرف تماما النطق الفرعوني القديم بطبيعة الحال، لكن هذه الشواهد تثبت أن ثمة إنسان له دور تواصلي في اللغات، فكان وسيط بين الشعوب، خاصة وأن الحضارة الفرعونية كانت لها صولات وجولات وكانت لها عقود مع أباطرة وما إلى ذلك، فكانت الحاجة إلى الترجمان ماسة. فإذا هذه الشخصية كانت موجودة، وكما قلت سابقا وجدوا آثارها مكتوبة على جدران أحد المباني الجنائزية. هذه في الحضارة الفرعونية. في غيرها من الحضارات أو من الثقافات كالديانة اليهودية أيضا لدينا في الكتب القديمة مثل المدراش يشيرون إلى شخصية تقوم بعمل الترجمة، لكن ترجمة شفهية للتوراة، فكان يسمى المترجمان أو ترجمان الحاخام. وأيضا نجده في حضارات أخرى لكن ربما بصفة أقل. فمثلا يعني وللمفارقة الحضارة اليونانية لم تشهد ترجمات كبيرة جدا، لأن لغتهم كانت هي المسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وكانت تعتبر لغة المعرفة ولغة العلم ولغة المهذبين ولغة المتعلمين، وكأنهم كانوا يشعرون أن لا حاجة لهم بثقافات الآخرين، لأنهم كانوا مسيطرين ماديا وعسكريا على كل العالم تقريبا. أما المترجم في حد ذاته وكأنما اختلفت الآراء حوله، فمنهم يعني ما بين السلب والإيجاب طبعا. فمن الحضارات مثلا ما بلغت منه مكانة الآلهة، فمثلا في اللغة اللاتينية أو الإغريقية القديمة كان يسمى إغميوس، وهي الكلمة المشتقة من كلمة إغمس، وهو كما تعرفين في الحضارة الإغريقية القديمة هو أحد الآلهة، وكان من الآلهة، وكان إلها سارقا تاجرا، وكذلك كان يقولون حسب طبعا الميثولوجيا أنه مخترع الكلام. ومنه اشتقت فيما بعد ترجمت هذه الكلمة إلى كلمة انتربريوس، ومنه انتربريت التي نعرفها اليوم. لكن الاسم في حد ذاته يعني حتى ترى الغرابة يعني في هذه الأسماء،
الكلمة. والكلمة هي أصلها انتربريتيوم، يعني من يتفاوض في الأسعار. فنرصد له في هذا الاسم حتى دوره في التواصل. أيضا في مثلا في اللغة أو في الديانة اليهودية كان يعطى له اسم لو بالشان. والبالشان هو كلمة منحوتة من العبرية بمعنى بعل لاشون أو سيد الكلام، أو لو ميليست. ولو ميليست هذا تعني الرجل الذي يتحدث بالخير ويتحدث جيدا. أما اللغة العربية فكلمة ترجمان، والألف والنون زائدتان في الأصل الثلاثي وهو رجم، فلها معاني مختلفة، يعني تجمع بين كل شيء، إذا كان من ألهه ومن جعله جيدا. وهناك في اللغة العربية ما يجمع بين معاني شتى. فكلمة رجم في اللغة العربية تجمع بين القول والكلام، وأيضا بين القول بالحدس، وأيضا بين اللعن والرجم وما إلى ذلك. لكن إن اختلفت التسميات عبر الحضارات، وإن اختلف وجوده في الحضارات، فالشيء المؤكد والذي تجمع عليه كل الحضارات وكل الثقافات هو أنه كان حلقة وصل دائما بين الشعوب وبين الحضارات، وكان دوره مهما جدا في بعث هذا التواصل الاجتماعي والثقافي والحضاري، سواء في حالات السلم أو في حالات الحرب. كان دائما المترجم له دور فعال وواقعي، يعني واقعي لأننا نرصده في الكتب ونرصده فيما يحدث حولنا. نعم، تحدثت عن الحضارات، حتى يعني في الحضارة العربية الإسلامية كان للترجمة يعني قيمة كبيرة، وحتى للمترجم. تماما، صدقتي فعلا، هو الأمر كما تقولين. ويكفي أن نضرب مثلا عن الترجمات التي بدأت بعد أن بلغت الحضارة العربية الإسلامية أوجها. ففي بغداد كما يعلم الجميع تم إنشاء في عهد المأمون بيت الحكمة، وبيت الحكمة هذا كان بمثابة خلية نحل تجتمع فيه كل التخصصات، ففيه الأدباء والعلماء والأطباء والفيزيائيون وما إلى ذلك. وكل هؤلاء كانوا بحاجة إلى علم سابقهم، فاعتمدوا على مترجمين. كان يعرف في بيت الحكمة يسمون بنو موسى، وبنو موسى محمد وأحمد وحسن، كل هؤلاء كانوا متخصصين في الطب وفي علم الفلك وكذا، وكانوا بحاجة إلى ترجمات سابقيهم من الإغريق واليونان. فكانت تتم عملية الترجمة داخل بيت الحكمة، وأثناءها ترجم الكثير عن الحضارات الأخرى. ترجمت ألف ليلة وليلة عن السريالية، عن الكتابات القديمة. ترجمت كتب أفلاطون، ترجم الكثير منهم سواء في الفلسفة أو في المنطق أو وما إلى ذلك. ومنها أيضا ثم انتقلت هذه الحركية طبعا بعد زمن لنقول انتقلت هذه الحركية وانتقلت إلى الغرب الإسلامي أو إلى إسبانيا. يجدر بالذكر أيضا أنها قبل أن ننتقل إلى إسبانيا، لولا هذه الترجمات التي قام بها المسلمون لما عرفت مثلا أوروبا أشياء مهمة سواء في الطب أو في غيرها. نعم، ربما الترجمة ساهمت في نشر الثقافة الإسلامية. نعم أكيد. نعم، هي شاركت بدون أدنى شك، يعني كانت الطريق التي عبرها مرت كل المؤلفات في تخصصات مختلفة نحو أوروبا. ويجدر بك الذكر أيضا أنه في أوروبا عفوا في أوروبا قامت ما يعرف الآن تاريخيا بمدرسة طليطلة. ومدرسة طليطلة هذه كانت بالتزامن، هي أول ما بدأت في مدينة طليطلة بعد أن استرجعها المسيحيون وملك قشتالة في ألفونسو السادس. فلما استرجعت طليطلة وجد هؤلاء الملوك علما وفيرا
وزخما كبيرا معرفيا، وذلك لأن طليطلة كانت تجمع بين كل الثقافات، سواء الثقافة الإسلامية والمسيحية واليهودية، وكان يجتمع هناك علماء من كل التخصصات، فوجدوا إرثا كبيرا جدا من العلوم، سواء في الفلسفة أو في علم الفلك أو في الطب أو في الزراعة أو في أشياء كثيرة، يعني كل ما له علاقة بمناحي الحياة وجدوه مكتوبا، وكان لابد من ترجمة كل هذا الكلام. جميل. فخاصة أنه طبعا نعرف الصراع الذي كان قائما في إسبانيا بين الممالك الإسلامية وممالك الشمال، أراغون وقشتالة وليون، وهؤلاء كانوا قد بدأوا حتى من السنوات الأولى للفتح الإسلامي سنة 711 بدأوا محاولتهم لاسترداد الأندلس، فكان العمل قائما، أحيانا ينتصرون وأحيانا يهزمون وما إلى ذلك، ما هي كل الحركات التاريخية في العالم. لكن لما تم تأسيس مدرسة طليطلة، وكانت في عهد المطران رايموندو دي سابيتات، فكان الهدف من هذه المدرسة هو ترجمة العلوم الإسلامية، فترجمت كتب كثيرة، ترجمت مثلا كتب الكيمياء، كتب الفيزياء، ترجمت أيضا كتب الرياضيات. يكفي أن نقول أنه خلال دراسته كان هناك بابا يسمى سيلفستر دورياك أو سيلفستر الثاني عفوا، هذا نفسه درس في إسبانيا، ويقال أن بعد دراسته في إسبانيا اعتلى البابوية في روما فيما بعد. لكن يعني المهم في هذه الفكرة هو أنه خلال دراسته في برشلونة، لما كانت برشلونة لا تزال تحت السيطرة الإسلامية، يقال أنه درس هنالك الرياضيات، وهو من أدخل النظام العشري في الحسابات نعم إلى أوروبا، وأدخل أيضا إلى أوروبا مفهوم الصفر، الصفر الذي يقال له بالإسباني سيرو، يعني صفر، من كلمة صفر، حتى أن الكلمة بطبيعة الحال عربية. أيضا ترجمت أشياء كثيرة جدا جدا، سواء في الفلسفة، فمثلا في الفلسفة ترجمت كتب الغزالي، وبفضل هذه يعني بهذه الترجمات يقال أن باسكال هو الذي تحدث عن مفهوم الرهان، ويسمى رهان باسكال، ويقول يعني هذا الرهان يقصد به يعني هل الله موجود أو غير موجود، فيعمل نوع من العملية الرياضية الفكرية في القياس، ليثبت أن سواء حتى وإن لم يكن موجود فبالأحرى بك أن تؤمن حتى لا تذهب إلى النار. إذا لم يكن موجودا وذهبت إلى الدار لا يوجد نار، لكن إذا كان موجودا وكفرت به ستذهب إلى النار، فبالأحرى بك أن تؤمن به. ويقال أن هذه المعادلة أو هذا الكلام ما جاء إلا عن طريق كتب الغزالي التي ترجمت آنذاك في إسبانيا إلى اللغة العربية. والشواهد مثل هذه كثيرة، فلولا الترجمات العربية القديمة لما تعلمت مثلا إسبانيا التقطير، أو مش ليس إسبانيا فقط، يعني العالم كل العالم التقطير ربما هنا نتحدث عن أثر الترجمة في الثقافتين، من المنقول منها إلى المنقول إليها، خاصة في الحوار الثقافي. نعم الحوار الثقافي هذه نقطة يجب أن نتوقف عنها. أحيانا يكون الأثر مباشر حتى لما يكون الحوار متوقفا. أنا مثلا في حالة إسبانيا الحوار لم يكن على ما يراد له، فكانت إسبانيا كانت مصطدمة مع الوجود الإسلامي على أراضيها، كانوا في خضم القيام بحروب الاسترداد، وهي الحروب التي يعني قادها ملوك شمال إسبانيا لاسترداد الأراضي من المسلمين، إلى أن سقط آخر معقل الإسلام وهي غرناطة. لكن رغم ذلك يبدو أن الحدود الثقافية كانت منفتحة، يعني حتى في حالة الصدام كان للترجمان دور كبير في نعم في نقل هذه الثقافات وفي نقل العلم، وخاصة العلم، لأن إسبانيا لما استعادت الأراضي شعرت بالتفوق
الكبير للعلوم الإسلامية، بينما هي خرجت من فترة ظلمات كما هو معروف في أوروبا. فوعت أهمية الترجمة للقيام بهذه القفزة التاريخية المهمة في تاريخها. وليس من الصدفة أن تكتشف إسبانيا أمريكا اللاتينية سنة 1492، لأن هناك الكثير من العلماء والمؤرخون من المؤرخين الذين يقولون أن كانت هناك حركات أو محاولات للبحارة المسلمين في الوصول إلى البحر الهندي، وقد اكتشفوا بعد الجزائر. ويقال أيضا أن اكتشاف أمريكا اللاتينية يعود الفضل فيه هذه الأعمال في الجغرافيا التي تم ترجمتها إلى اللغة الإسبانية. يعني حتى ترى أن الحوار قد يكون قائما بإرادة وقد يكون موجودا حتى إن كانت هناك صدامات سياسية أو ثقافية أو من هذا القبيل. وهذا أهميته أين تكمن في أهمية الترجمة، فهي موجودة في كل الحالات كما سبق وأن ذكرت، سواء في حالات الحرب أو في حالات السلم، لأنه شيء ضروري. للأسف البعض لا يعي أهمية الترجمة. الترجمة ليست مجرد كلمات نضعها، وإنما لها رسالة إنسانية تذهب إلى أبعد من مجرد نسخ من لغة إلى لغة. نعم، لما نتحدث عن الحوار الثقافي نتحدث عن الأفكار، نتحدث عن الكتب، نتحدث عن الأدب. أين يكمن دور المترجم هنا، يعني في نقل وترجمة الأفكار كما هي للغة المنقول إليها؟ نعم، أنت بسؤالك هذا تثيرين فكرة الأمانة عند المترجم. نعم. أليس كذلك؟ نعم. هذه مشكلة قديمة حديثة يعني الكل يتحدث عنها ولا نكاد نجد لها حلا. لأنه من يقوم بالترجمة هو إنسان، والإنسان أين كانت أمانته فهو يبقى إنسان وله ذاتيته التي يصعب أحيانا التخلص منها. فهذه مسألة الذاتية نراها بشكل واضح. مثلا أنا ربما لي اطلاع على الدراسات القروسطية بحكم تخصصي بين العربية والإسبانية، فأحيانا قد نجد ذاتية المترجم طاغية جدا في ترجمته. وأضرب لك مثالا على ذلك، هي ترجمة القرآن الكريم. لماذا كانت الذاتية واضحة؟ هي للمعرفة، فإن القرآن الكريم أول ترجمة تمت في تاريخ الإنسانية كلها هي في إسبانيا، وهي الترجمة التي قام بها روبرتو دي كيتون أو روبرتو دي تشيستر على حسب التسميات في إسبانيا، وقام بها في سنة 1242 لم تخني الذاكرة، وذلك ضمن مشروع كنسي قامت به إسبانيا، وهو محاولة دحض الإسلام وضحض كل ما له علاقة بالدين الإسلامي. لأنها من مساعيها آنذاك، أنا طبعا أتحدث في إطار تاريخي ليس للتعميم، وإنما في إطار تاريخي واضح وفي في مرحلة تاريخية واضحة، وهي أن في تلك الفترة أرادت إسبانيا بعد أن بدأت تسترد أراضيها وكذا، أرادت أن تمحو العنصر العربي والعنصر الإسلامي، لأنه ببساطة الأمر كان يعتبر عدوها المباشر، الذي حسب طبعا المنطق السائد آنذاك الذي أخذ عنها أراضيها ورد عن المسيحية معتنقيها وما إلى ذلك. فكان هناك مشروع قام به أو بدأ به بيدرو المبجل أو بيدرو البينرابلي كما يسمى، وكان مشروعه دحض الإسلام، لكن ليس فقط بحد السلاح وإنما أيضا بحد الكلمة. فرأى أنه أحسن طريقة يستعملها لدحض الإسلام هو محاربته بسلاحه، وسلاح المسلمين وركيزتهم هو القرآن الكريم. فإذا قام أو طلب أو أراد أن يقوم بهذا المشروع وهو ترجمة القرآن الكريم، فبدأ بترجمته. الشاهد من هذا الكلام هو كنا نتحدث عن ذاتية المترجم. فمثلا في ترجمة دي كيتون، وهي تعتبر أولى ترجمة وتسمى أيضا ترجمة ببليندر لأنها طبعت فيما بعد في ألمانيا،
المترجم أخذ كل الحريات في أن يتعامل مع النص العربي، فكان ترجم ضمن سلسلة تسمى لا يحضر الاسم باللاتينية، المهم هي مجموعة من الكتب اللاتينية، وفي هذه المجموعة يوضع القرآن وكأنه مثل أي شيء آخر، مثل أي كتاب يترجم مع عموم الكتب الأخرى، ليس له القداسة التي نرى فيه نحن كمسلمين، وأخذ في ترجمته. وفي مقدمة هذه الترجمة لا يتورع المترجم في أن يعني يكيل السباب بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أن يستعمل كلمات قبيحة في وصف القرآن الكريم، ويقول هذا القرآن منبع لا بد لنا من أن نجففه حتى لا يذهب إليه الآخرون، ويسمي القرآن الكريم بالديانة الشيطانية وما إلى ذلك، ويعتبره خزعبلات. ثم أنه في أثناء الترجمات يسمح لنفسه بالقيام بأشياء كثيرة، فمثلا الصورة التي فيها لنقل 100 أو 200 آية بكل بساطة ينزع الآيات التي تبدو له أنها مكررة، فيقول هذه لا حاجة لنا إلى ترجمتها لأنها مكررة. فإذا هنا للعودة إلى مسألة الأمانة، يعني نعم يعنف الترجمة، يعني عنفها ويعني كذب عليها، وكانت ترجمة مغرضة، وكانت مشوهة حتى المسيحيين أنفسهم فيما بعد يعني اعترفوا بذلك واعترفوا بأنها ترجمة مشوهة جدا. الظروف التاريخية حسبهم طبعا في اعتقادهم في تلك الفترة كان لابد من القيام بمثل هذه الترجمات لرد أو للاسترداد إسبانيا بتوجهات جديدة ورؤى جديدة. نعم. فإذا هذه طبعا الآن الأمور مختلفة بطبيعة الحال. نعم، ربما هنا يسوقنا الحديث لإيضاح أو توضيح الفرق ما بين الترجمة الحرفية وترجمة الأفكار. نعم نعم، هي لما نقول الترجمة الحرفية ليس عيب. يعني أنا عندي طلبة مثلا لما أدرس لهم يقولوا أستاذ هذا خطأ لأنه ترجمة حرفية. لا، الترجمة الحرفية ليست عيبا وليست خطأ، الترجمة الحرفية آلية من آليات الترجمة. لكن فمثلا أعطيك مثال، ولكن ألا تفقد المحتوى يعني معناه الحقيقي؟ نعم، على حسب. أقصد من هذا الكلام أن الترجمة الحرفية هي آلية من آليات الترجمة. وأسوق لك مثالا، فمثلا الآن لما يترجم القرآن الكريم عادة الترجمات تكون حرفية. لماذا تكون حرفية؟ حتى لا يضطر المترجم لأن يؤول نصا لا يحق له هو كمترجم أن يؤوله. ليس له الحق في أن يؤول كما يشاء نص مقدس كما هو القرآن الكريم. فهنا لكي يكون أقرب للنص عليه أن يتبع حرفية في النص. فمثلا أعطيك مثل، صبغة الله، كثير من المترجمين يترجمون بكلمة صبغة، لا يؤولون، يستعملون كلمة صبغة. البعض ينتقد والبعض يرى أنه شيء مهم، يعني لأنه الآن لا نعرف بالتحديد ما معنى صبغة الله، فيتركوها كما هي. والأمثلة على ذلك كثيرة. أما سؤالك كان بالنسبة للفرق ما بين نعم. الترجمة الحرفية وترجمة الأفكار. نعم، إذا قلنا هذه هي الترجمة الحرفية، يعني هي أحيانا قد تكون مطلوبة. متى لا تكون الترجمة الحرفية مطلوبة؟ عندما لما تترجمين حرفيا تعطينا غير المعنى المقصود به في اللغة الأصل. فمثلا نحن العرب نقول أهلا وسهلا، ونقولها منصوبة لأنه فيها كلمات محذوفة وهي حللتم أهلا ووطئتم سهلا. لو أن ترجمنا حرفيا هل سنقول أهلا فامي وسهلا معناتها يعني مكان السهل؟ لا يمكن أن. فنحن في هذه الحالة نأخذ المعنى، ما المقصود أو القصدية من الكلام، وفي هذه الحالة علينا أن نترجم المعنى فقط وليس الكلمة في حد ذاتها. يعني ومجال حقيقة كبير وواسع لما نتحدث عن الحرفية وعن الدقة في الترجمة. نعم، وأنت تتحدثين الآن عن الترجمة وتحدثت عن تاريخها. راودني سؤال، إلى أي مدى ساهم العرب اليوم يعني في نشر ثقافتهم عن طريق الترجمة؟ نعم، هذا أيضا سؤال صعب جدا يصعب الإجابة عنه، خاصة الآن، لأنه للأسف
للأسف وحسب الإحصاءات الترجمات من العربية إلى اللغات الأخرى قليلة جدا جدا جدا، والإحصاءات يعني الإحصاءات تبين ذلك. فعلى ما أذكر في إحصاء سنة 2004 قيل أنه إسبانيا وحدها ترجمت ما ترجمه العالم الإسلامي كله تقريبا في 10 قرون، هذه أرقام مخيفة. وإن كانت هناك مبادرات حكومية ودولية لتشجيع الترجمة، غير أن الترجمة لا تزال محتشمة جدا جدا في عالمنا العربي، وأكاد أقول أنها لا تقوم بالدور المناط بها كعملية لنشر ثقافتنا في الدول الأخرى. أيضا لأنه تعرفين أنه أنا أتحدث ربما عن الجزائر مثلا. الجزائر ما يترجم عنا لا يأتي من المؤلفات باللغة العربية، وإنما ما كتب باللغة الفرنسية. فحتى ينال هذا الكاتب أو ذاك شهرة في فرنسا، تبدأ الدول الأخرى بالاهتمام به وترجمته إلى اللغات الأخرى. لكن نحن كجزائريين لا نترجم حقيقة، أو حركة الترجمة عندنا ضعيفة، يعني ميا كولبا كما يقول باللاتيني. نعم، الآن ونحن في ظل العصر العولمة، عصر التكنولوجيا، كيف تساهم هذه الوسائل التكنولوجية في تطوير الترجمة، في نشر الثقافات يعني المختلفة، خاصة الثقافة العربية؟ نعم، هنا أيضا مسألة الترجمة قد يكون لها دور وهي مطلوبة بشدة، خاصة لو انفتحنا على العالم الافتراضي هذا الجديد، والكلمات التقنية الآن التي تستعمل يوميا الكل يعرفها إما بالفرنسية أو بالإنجليزية، لكن ليس لها مقابلات واضحة في اللغة العربية. هناك بعض الاجتهادات تحاول أن تضع قواميس لهذه المصطلحات، مثلا تعويضا لإنترنت نقول الشابكة، أو تعويضا لتكنولوجيا نقول تقنية وما إلى ذلك. فهناك عمل يحاول أن يواكب العصر، وهنا أنا أعتقد أن الجهود لا زالت تبذل في هذا الميدان. لكن هناك من يحاول بطبيعة الحال أن يضع قواميسا يحاول من خلالها أن يجعل هذه الكلمات مستعملة. أن هي الإشكالية أين تكون قد يمكن صناعة مصطلح، يعني يمكن أن أصنع مصطلحا، لكن السؤال هو القابلية التي ستكون لهذا المصطلح بين الناس، هل سيستعمله الناس أم لا؟ الكلمات تدوم لما تستعمل، أما لما تترك فبطبيعة الحال تختفي وتندثر. فأيضا أهمية بالغة يجب أن تولى لترجمة هذه المصطلحات، وخاصة الآن والعالم مفتوح على كل التخصصات. وكما طبعا دارت الدوائر، وبعد أن كنا يعني حضارة تصدر العلوم، أصبحنا نستورد العلوم، وهذه في حقيقة الأمر هذا أمر يدفعنا للعمل أكثر حتى نستطيع أن ننشط مجال الترجمة، وأن ينخرط الناس في ترجمة هذه العلوم الكثيرة التي لا نجد لها أو بالكاد نجد لها بعض الترجمات عندنا في اللغة العربية. نعم، ربما في هذا الشق في ترجمة العلوم، إلى أي مدى تستفيد المجتمعات مثلا العربية من ترجمة العلوم من ثقافات ولغات أخرى؟ جدا جدا تستفيد جدا. العلوم ليست حكرا على أحد، حتى وإن أصبحت اليوم اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، غير أن لكل بلد سياستها ومناهجها التعليمية، ونحن نستعمل مثلا في الجزائر اللغة العربية في تدريس العلوم، ترجمة هذه العلوم أمر لا بد منه، وأكيد أنه سيفيد في كل المجالات بدون أدنى شك. نعم، كيف ترين اليوم يعني آفاق الترجمة العربية مستقبلا؟ أنا أرى أنه أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نقوم بها. يعني يجب أن نترجم
عن أنفسنا. يعني يجب أن نصدر ثقافتنا. من هم الرواد أو المخولون بتصدير ثقافة المجتمع العربي؟ نعم، المترجمون كعنصر أساس في هذه العملية، لكن المترجم وحده طبعا لا يمكن أن يقوم بهذا المشروع الكبير. يحتاج إلى مؤسسات وإلى رعاية وإلى رؤية وإلى سياسة دولة وما إلى ذلك، لكن بدون شك المترجم له دور الريادة في هذا المجال، لأن الترجمة الآن لم تعد مجرد ترجمات كلمة بكلمة ورص كلمات إلى أخرى، لم تعد مجرد عملية لغوية، وإنها أصبحت عملية ثقافية، وأكاد أن أقول أحيانا سياسية، لأنه نحتاج إلى هذا التواصل ونحتاج إلى أن نسترجع مكانتنا بين الشعوب، بأن نصدر ما لدينا من ثقافة، ما لدينا، خاصة وأن العالم كله تتهدده هذه السياسة المهيمنة الليبرالية الغربية المهيمنة التي أرادت أن تسيطر بحد القوة، ثم الآن تريد أن تسيطر بالقوة الناعمة. فلا بد أن تكون الترجمة حاضرة، وستكون بمثابة كيف لي أنا أقول الترياق الذي يعني يزيل عنا هذه السموم التي تأتينا من هنا ومن هناك، وأن نسترجع أيضا مكانتنا بين الشعوب عبر هذه الأعمال. نعم، لاحظنا مؤخرا يعني فيه العديد من المصطلحات الغير عربية التي وظفت في القواميس العربية، مثلا تويتر، فيسبوك، يعني هي كلمات لاتينية ولكن وظفت على أساس كلمة عربية، يعني ربما يدخل في شق التعريب. نعم نعم، يدخل في شق التعريب، ويدخل أيضا في فكرة كيف لي أن أسميها، في فكرة التوازن بين اللغات أو هيمنة اللغات. الآن بما لا يدع مجالا للشك، اللغة المهيمنة هي اللغة الإنجليزية، ولأنها اللغة الإنجليزية فإنها تفرض مصطلحاتها، ونحن كمستهلكين لم يبقى لدينا حل إلا أن نتبع هذه المصطلحات، نستعملها وندخلها في لساننا وفي قواميسنا وفي كذا. هذا دائما لما نكون في مرحلة أو في وضع أدنى علميا، وهذا يحدث دائما. حدث مع العرب لما كانوا في أوج حضارتهم، ويحدث الآن مع الحضارة الغربية وهي الآن في أوج حضارتها، فهذا شيء موجود. السؤال هو هل نستطيع أن نعرب كل ذلك؟ ما المانع؟ أنا أقول ما المانع، لكن هل هو يعود بالإيجاب على الرصيد اللغوي للغة العربية؟ نعم أكيد طبعا. مثلا أضرب لك مثلا عن إسبانيا تقريبا تترجم كل شيء، أنا بحكم تخصصي حتى الأسماء في تاريخ إسبانيا، حتى الأسماء تترجم، يعني من اسمه بيير في الفرنسية يصبح بيدرو، حتى وإن كان فرنسية الجنسية لكن يترجم بيدرو. القصد من ذلك أنه لما تكون هناك حاجة فالترجمة تنتعش، ونحن في حاجة ماسة إلى هذه العلوم، ويجب على الترجمة أن تعود للريادة وأن تنتعش، لأنه لأنها أرض كل ما يحدث في العالم من علوم من اكتشافات، هي في حقيقة الأمر أرض خصبة يجب أن يستثمر فيها المترجم ليعود بالفائدة طبعا على مجتمعه وعلى ثقافته. نعم، ربما كسؤال ختامي، كيف ترين واقع الترجمة هنا في الجزائر؟ يعني ربما أشرت إلى ذلك من قبل. أنا أعتقد أنه نحتاج إلى بعض الجهود، سواء هي أول شيء يجب أن يكون المترجمون وأن تتكاتل جهودهم. المشكلة أننا كل واحد يمشي يعني في طريق، وكل واحد يعمل باجتهاداته الخاصة، فمن أصاب ومن أخطأ، لكن ليس هناك توحيد، ليست هناك آلية تكاتف للجهود. نعم، لتكثيف الجهود ولتوحيد الأعمال ولتقاسم المهام. وأنا أرى أن وجود هيئة تتكفل بذلك ستعود بالفائدة دون أدنى شك على عملية الترجمة في الجزائر، على غرار ما قامت به دول أخرى مثل مصر ومشروع ال1000
ألف كتاب في السنة وكذلك. أنا أظن أننا نحتاج إلى مثل هذه المبادرات لكي نشجع الترجمة من اللغات العربية إلى غيرها من اللغات في لغات العالم. نعم، شكرا لك أستاذة نفيسة موفق على هذا الإثراء لموضوع الترجمة. إذا مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام عدد اليوم. ألقاكم في مواعيد أخرى، في أمان الله.